زي ما وعدتكم النهارده نعمل مع بعض وصفه جامده جدا من عيش التورتيلا او العيش السوري اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات بالتفصيل. الوصفه دي تنفع غدا او عشاء او في الرحلات او المصايف، وتنفع معاكي في اي وقت لما بكون كده زهقانه ومش عارفه انا هعمل ايه غدا النهارده وخلاص بقى احترت، وكمان في نفس الوقت مش عايزه اقف كتير في المطبخ. بنزل بقى كده على طول بجيب نص كيلو بانيه او كيلو بانيه حسب بقى مقدرتي، وبطلع عيش التورتيلا من الفريزر علشان يفك كده معايا واقدر احشيه كده والفه بسهوله. بجيبها وبعمل بيها ستريبس، احلى حشو ممكن تعمليها. جبت صدر فرخه كده كامل على بعضه مش متقطع، وانا قطعته في البيت، سامحوني بقى انا ما صورتش خالص الجزء ده. هنقطعه صوابع زي ما انتم شايفين كده بالطول، ما تكونش تخينه قوي وما تكونش رفيعه قوي علشان تكون فيها لحم، وما تكونش زي ما قلنا مليانه قوي علشان تستوي معاكي بسرعه وما تكونش نيه من جوه. تقطيعتها سهله جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. غسلتها كويس جدا بميه وملح وليمون ومعلقه من الجنزبيل، وكمان معلقه بسيطه كده من الطحينه بتشيل اي زفاره موجوده في الفراخ، وصفيتها كويس جدا جدا. نحضر بقى دلوقتي مع بعض التتبيله. هنجيب بوله وتكون كبيره شويه وهحط فيها كوبايتين كبار من الميه، ميه عادي خالص من الحنفيه، وهنضيف بقى البهارات بتاعتنا اللي هتدي لها الطعم اللي من الاخر. عندي بقى معلقه كبيره من البصل البودر، والباقي هنحط منه معلقه صغيره. زي ايه؟ زي التوم البودر، بابريكا، جنزبيل، فلفل اسود، زعتر، معلقه صغيره من الشطه. ومتقلقيش مش هتخليها سبايسي ولا حاجه، لكن هتديلها تيست حلو قوي. انما لو انت حباها بقى سبايسي حطي 3 معالق من الشطه. وكمان عندي بهارات فراخ او 7 بهارات، وكمان رشه كده بسيطه من الزعفران او الكركم بيديلها لون حلو جدا جدا زي ما انتوا شفتوها كده. وطبعا معلقه كبيره من الملح. بقلبها كلها كويس جدا مع بعضها بالشكل ده لغايه ما ندوب الملح وكل البهارات اللي احنا حطيناها، وبندوقها بنشوف بقى محتاجه ملح تاني بهارات تاني. اي حاجه محتاجاها بنضيفها لها قبل ما نضيف صوابع الفراخ، لان ما ينفعش ندوق التتبيله بتاعتنا بعد ما نضيف لها الفراخ، عشان طبعا ده صحيا غلط جدا جدا. بعد ما صفيت الفراخ بتاعتي كويس جدا من الميه اللي انا غسلتها فيها، بصفيها كده وبحطها في التتبيله بتاعتي بالشكل ده. اقل حاجه 5 ساعات. لو عايزه بقى تاخدي طعم حلو قوي قوي يبقى ليله كامله. بغطسها كويس جدا كده في التتبيله كده وبقلبها علشان اتاكد ان كل قطعه من الفراخ وصل لها التتبيله وبقت طعمها حلو. لو عايزه بقى تعملي كيلو من الصدور هتضاعفي كل البهارات اللي احنا حطيناها دي، بس عايزه اقولك النص كيلو بيعمل كميه حلوه جدا جدا. بعد كده بقى هغطيها بالاسترتش زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها التلاجة على الرف من تحت، مش هدخلها الفريزر لمدة ليلة كاملة زي ما قلت لكم، او اقل حاجة 5 ساعات. انا عن نفسي سبتها ليلة كاملة، فلازم تغطيها بالشكل ده علشان ما تديش ريحة للتلاجة وما تاخدش اي ريحة من التلاجة. انا هنا معاكم تاني يوم بعد ما عدت ليله كامله في التلاجة، وانا بجد نفسي اعرف ايه مشكلتي مع المونتاج. لازم كل مره احذف كده مقطع من الفيديو، طبعا بيكون بدون قصد. المقطع اللي انا حذفته المره دي البوله البلاستيك دي انا حطيت فيها كوبايتين من الدقيق ومعلقه واحده بس صغيره من البيكنج. وطبعا البيكنج باودر هو ده السر اللي بيخليها هشه ومقرمشه، والقشره كده ما تضايقش في الاكل وتكون مقرمشه مش ناشفه. طبعا في فرق جامد جدا ما بين المقرمشه والناشفه. فانا حطيت كوبايتين دقيق عليهم معلقه صغيره من بيكنج باودر، مش بضيف اي بهارات تاني خالص ولا حتى الملح. بجيب بقى صوابع الفراخ بطلعها من التتبيله زي ما انتم شايفين كده، بصفيها كويس جدا وبعفرها كويس قوي قوي في الدقيق من غير ما نضغط عليها. بصوا بننطقها كده او بننططها كده في الدقيق، ما تضغطيش عليها خالص عشان تاخد الشكل المقرمش ده زي ما انتم شايفين كده. بقلبها كده في الدقيق لمدة دقيقة، وبعد كده بنفضها من الدقيق وبنزلها في المية بتاعت التتبيلة، وبعد كده برجعها تاني في الدقيق علشان اديها الشكل بتاعها الاخير. انا بحب جدا استخدم المية بتاعت التتبيلة، بتكون طعمها حلو جدا وكمان بتكون ساقعة. لو انت مش حابة تستخدميها يبقى انت هتجيبي بولة تحطي فيها مية ساقعة جدا جدا وفيها قطع من التلج. بعد ما تطلعيها من الدقيق اول مره هتحطيها كده في الميه الساقعه، وترجعيها تاني الدقيق كده لمده دقيقه، بتنطقيها كده بالشكل ده من غير ما تضغطي عليها خالص عشان تاخد الشكل كده المقرمش او قشره السمك. يبقى احنا بنحطها في الدقيق مرتين، وبنحطها في الميه سواء ميه التتبيله او الميه الساقعه المتلجه مره واحده. بصي مش عايزاكي تملي خالص خالص في الخطوه دي، اتعبي فيها شويه علشان تاخدي الشكل التحفه ده. عايزه اقول لكم شكلها خطير جدا وهتبان اكتر اول ما تنزل في الزيت. يبقى دي اهم خطوة في الموضوع كله، مش عايزاكي تملي خالص. شايفين بقى؟ بصوا شكلها عملت ازاي دلوقتي اهو. انفضيها كويس جدا جدا من الدقيق عشان تديكي الشكل المنعكش ده. وفي الوقت ده هكون مجهزه زيت سخن غزير زي ما انتم شايفين كده، والنار عندي عاليه في الاول لمده دقيقه بس. هنزل بقى كده صوابع الفراخ بتاعتي بالشكل ده، النار عندي عاليه والزيت سخن وغزير.
بعد ما انزلها هدي النار بتاعتي تبقى متوسطه، ما تبقاش هاديه قوي علشان ما يشربش معايا زيت والكفر بتاعها يفك، وبرده ما تبقاش عاليه قوي علشان تستوي معايا من جوه وما تاخدش معايا لون بسرعه من بره. ما تقلبيش فيها كتير، بمجرد كده ما تاخد معانا اللون الحلو كده من ناحيه واحده هنقلبها على الناحيه التانية عشان تتحمر معايا من ناحيتين زي ما انتوا شايفين كده. اخدتوا بالكم بقى الدقيق اللي احنا غلفنا فيه ما حطيناش فيه نشا خالص، حطينا فيه بس معلقه البيكنج باودر الصغيره، ومع ذلك هيطلع لونها برونزي كده فاتح جميله جدا ومقرمشه مش ناشفه ولا اي حاجه. اهو شايفين النشا احيانا بتنشف الحاجه كده بزياده وبتخليها ناشفه مش مقرمشه. بصوا بعد ما اخدت معايا اللون الحلو ده من ناحيتين بصفيها كويس جدا وبخرجها على مصفى، ما تطلعهاش خالص على مناديل علشان ما تطراش منك والكفر يفك. وكمان يفضل تحطيها كده جنب بعضها في المصفى، ما تحطهاش فوق بعضها وهي سخنه. كيكه احنا عايزين بس كده يكون حاجه بسيطه، يعني معلقه صغيره كده ممسوحه من البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، ومش بنضيف بقى ملح ولا اي بهارات تاني خالص، عشان واحنا بنغلف كنت بغلف بالميه بتاعه التتبيله اللي فيها كل حاجه. سيبكم بقى من الحاجات الحلوه اللي احنا قلناها دي وتعالوا بقى للاحلى. شايفين بقى التشيكن ستريبس اللي احنا عملناه مع بعض؟ عايزه اقول لكم والله يا جماعه طعمه في منتهى الجمال، تحفه جدا جدا، من غير بيض من غير لبن من غير رايب، جميله يا جماعه واحلى بكتير من الشاورما. جربوها هتعجبكم جدا. عندي بقى هنا الحشوه بتاعتي اللي احنا هنحشي بيها، عندي بطاطس محمره والستريبس اللي احنا حمرناهم مع بعض باي كميه زي ما انت حابه طبعا براحتك اعملي، وكمان التوميه اللي احنا حضرناها مع بعض برضو في فيديو منفصل طعمها تحفه جدا، وده كان شكلها طبعا بعد ما جمدت ومسكت نفسها شويه. هثبت لكم لينك العيش السوري وكمان التوميه في الكومنتات علشان اللي ما شافش الفيديوهات وعايز يرجع لها. هديكي اكتر من فكره للحشوه وانت زي ما انت عايزه وحسب مقدرتك اعملي اللي انت عايزاه. طبعا ده العيش بتاعنا بعد ما طلعته من الفريزر وفك معايا بالشكل ده، طبعا طري جدا وما تقطعش معايا ولا اي حاجه خالص. اول حاجه كده هبدا كده اخد معلقتين كده حلوين من التوميه بفردهم كده كويس جدا في الساندوتش بتاعنا. كتري بقى زي ما انت عايزه براحتك، عايزه بقى تحطي خيار مخلل او اي حاجه زي ما انت عايزه برضو. هناخد كده قطعه حلوه من الستريبس وكمان معاها بطاطس متحمره، حطي بقى الكميه اللي انت حباها زي ما انت عايزه. حطيت كمان كده شرايح من الطماطم، وهبدا بقى اقفل عليه عادي جدا، بقفل كده الجوانب الاول وبعد كده بتني العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده ببرمه، وكده تقفل معايا كويس جدا من الجوانب ومن كل حته. نركنه بقى على جنب ونعمل واحد تاني. لو انت بقى حابه تلفيه لفه الكريب اللي هي بتكون مثلثه كده زي ما انت عايزه براحتك، بس انا عن نفسي بفضل اللفه دي جدا جدا، خاصه لو عندي اطفال صغيره، علشان طبعا الساندوتش بيكون مقفول خالص مش بيقع منه اي حاجه. لو انت بقى حابه تضيفي اي صوصات تانية زي المستردة او الكاتشب زي ما انت حابه طبعا، حطي الكميه اللي انت حباها براحتك خالص، ونقفل كده في الجوانب وبعد كده نبرمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لك ان حشوه الاستريبس دي من احلى واجمل الحشوات اللي ممكن تعمليها في العيش السوري، بجد بيكون طعمها حلو جدا جدا وبتليق كده مع العيش نفسه. لو انت بقى حابه تعملي البانيه ده مقلي براحتك طبعا، حابه تعمليه شاورما برضو مفيش مشكله خالص، كل واحد بقى حسب ذوقه. تمام كده. عايزه بقى تحطي جبن معاها، تحطي جبنه تركي مبشوره او موتزاريلا او تحطي زيتون برضو زي ما انت حابه. انا عملت لك حاجه بسيطه جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا كده عملت معاكي اكتر من واحد علشان تشوفي القفله بتاعته بتكون عامله ازاي. نيجي بقى كده على النار، الطاسه بتاعتك بقى والجريلا اي حاجه برضو كله شغال مفيش مشكله. هنحط بقى كده معلقتين كبار من الزيت ونسخن الجريلا بتاعتي او الطاسه كويس جدا جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنبصم السندوتشات بتاعتنا، هنديها بقى كده قرمشه حلوه وكمان عشان تقفل على الحشوه بتاعتنا خالص. بس الاول لازم الجريلا بتاعتي تكون سخنه جدا جدا مش اقل من دقيقتين كده على النار عاليه، علشان اول ما ننزل فيها السندوتشات بتاعتنا تقفل معايا على طول وتاخد معايا شكل كده وبصمه حلوه. بننزل الساندوتش بتاعنا على القفله بتاعته علشان يقفل معايا كده على طول. تمام كده. حطي بقى الكميه اللي بتاخدها الطاسه واضغطي ضغطه كده زي ما انت شايفه كده، وثواني بس نص دقيقه وهتلاقيها كده اخدت معاكي لون بسيط، ما تخليهاش بقى تتحرق معاكي خالص. بنقلبها بقى على الناحيه التانية زي ما انتوا شفتوا كده، حاجه بسيطه جدا مش عايزينها بقى تتحرق معانا ولا اي حاجه. وبسيبها كمان نص دقيقه على الناحيه التانية. تمام اهو قفلت معايا خلاص. شايفين بقى القفله بتاعت الساندوتش او النهايه بتاعته لحمت كده خلاص وقفلت معايا كده خلاص. اخد بقى التبصيمه اللي انا عايزاها من الناحيتين، هبدا بقى كده اخرجه في طبق التقديم. شايفين بقى الشكل الجميل ده؟
مش هنزود عليه النار، احنا بس عايزين التبصيمه دي من بره. طبعا كل حاجه احنا حاطينها من جوه مستويه وزي الفل. عايزه اقول لك كمان على افكار تانية للحشوه. لو انت عندك كفته كده ومش عايز تاكليها بطريقه تقليديه، احشيها برده زي كده في الساندوتش بتاعنا وبصميها. او لو متبقيه عندك فراخ مشويه خاصه بقى الصدور، فصصيها كده من العظم واحشي بيها، هتكون تحفه جدا جدا. وتنفع كمان بشاورمه اللحمه. كمان عايزه اقول لك لو انت بقى مش عندك لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه خالص، تنفع بالخضار المشكل، يعني فلفل الوان، حبه زيتون، وكمان كده مثلا تشكيله جبن بسيطه، هيطلع معاكي احلى ساندوتش في الدنيا. وينفع كمان تحشيها كده بالبطاطس بس كده المتحمره مع التوميه وشرايح الخيار المخلل. شايفين بقى الجمال بتاعنا؟ تحفه يا جماعه، طعمها تحفه جدا جدا. احلى واسرع غدا بجد ممكن تعمليه، فعلا ما خدش معايا وقت خالص، لان كل حاجه كانت جاهزه عندي. العيش طبعا كان جاهز عندي في الفريزر، فطبعا لما بتسهلي على نفسك الموضوع ما بياخدش معاكي وقت خالص في المطبخ. وطبعا لو جينا نشتري الغدا ده من بره هيكون مكلف جدا جدا، ولا هيكون بالنظافه دي ولا بالكميات اللي انا بحطها في الحشوه زي ما انا عايزه في البيت. فاعملي حاجتك في بيتك لاولادك، هيكون احلى وانضف بكتير من اي مكان في الدنيا. كمان بحب اعمل الخطوه الاخيره دي، بجيب بقى كده ورق الحواوشي او اي ورق موجود عندي، ورق كراسه او اي حاجه، بس اهم حاجه ما يكونش مكتوب عليه. بلف فيها السندوتشات بالطريقه اللي انت شفتيها دي. طبعا بتكون شكل الحاجه كده نظيفه وشكلها شيك، ومش بتوسخ ايديهم ولا اي حاجه، بتكون شبه السندوتشات الجاهزه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره قد كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. اشوفكم ان شاء الله كده على خير فيديو جديد، مع السلامه.